واثقون بنصر الله. والذي يدور اليوم في غزة يؤلمنا، والذي يدور في سوريا من 3 سنوات قطع قلوبنا وأزعجنا وآلمنا، لكن إلى الله المشتكى، إليه وحده المشتكى، إليه نفزع، إليه نرجو، إليه نطلب. سمعنا قول الله جل وعلا فيما قرأ الإمام: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم إنا نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. اللهم أنت ربهم ورب المستضعفين. اللهم أنت ربهم ورب المستضعفين. اللهم أنت رب إخواننا في سوريا وفي غزة. اللهم إنه آلمنا أشلاء أطفالهم. اللهم إنه آلمنا دماءهم التي تسيل. اللهم إنه لا حول لهم ولا قوة إلا أنت. اللهم لا راحم غيرك ولا ناصر سواك. اللهم إنا إليك نشكو ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. أنت ربهم ورب المستضعفين. إلى من تكلهم يا رب؟ إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب عليهم فلا يبالون، غير أن عافيتك أوسع لهم. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين. اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل. اللهم ارحم الأطفال المساكين. اللهم ارحم الأطفال المساكين. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ندعوك ونستألك، أنت ربنا ورب المستضعفين، كلهم راحما ومعينا ومؤيدا ونصيرا. وإني أقول لكم رغم هذه الآلام ورغم هذه الصور المؤلمة، إلا ثقوا بنصر الله وثقوا بوعد الله، فإن الله ناصر دينه ومعز كلمته وموفق أولياءه، وإن حزب الله هم المفلحون، وأن أهل الإيمان هم المنتصرون. لكن الله يقدم ويؤخر لحكمة، ويعطي ويمنع لحكمة، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل سبحانه وتعالى في علاه. اللهم حرم هذه الوجوه الجالسة عن النار وسائر المسلمين والمسلمات. اللهم من كان منهم له حاجة فاقضها له وأعطه إياها وارضه يا رب العالمين وارض عنه. اللهم أعط الحاضرين والحاضرات وسائر المسلمين والمسلمات كل ما يتمنون من خير الأرض والسماوات يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا أمننا في بلاد الحرمين الشريفين. اللهم من أراد أمننا وبلادنا وحدودنا ورجال الأمن وولاة أمرنا وعلمائنا وسائر المسلمين في هذه البلاد بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي ليبيا وفي باكستان وفي العراق وفي كل بلد، إنك على ذلك قدير. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل العمل كله خالصا في رضاه. جزاكم الله خيرا على جلوسكم. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن يا سميع يا بصير يا علي يا قدير يا رحمن يا رحيم. اللهم انصر أهل الشام يا رب العالمين. اللهم ارحم ميتهم واقبل شهيدهم وفك أسيرهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واجبر كسيرهم. اللهم ورد غائبهم. اللهم أمن خائفهم. اللهم استر عوراتهم. اللهم كن لأرض الشام وأهلها. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وكن لهم معين يوم فقد المعين. اللهم ارحم الشام وأهلها. اللهم ارحم الشام وأهلها. اللهم نصرك. اللهم نصرك. إلى من تكلهم؟ إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم؟ إن
لم يكن لك غضب عليهم فلا يبالون. اللهم رحمتك يرجو، اللهم ارحمهم وحفظهم، اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم العنه لعنا كبيرا. اللهم اسمعنا عنه موتى، اللهم عليك به وجيشه وزمرته ونظامه يا قوي يا عزيز. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، في مصر وتونس وليبيا واليمن والسودان وافغانستان والعراق وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا في بلاد الحرمين الشريفين. اللهم اجعلنا امنين في هذه البلاد، المملكة العربية السعودية. اللهم اجعلها امنة مطمئنة. اللهم امنا في الاوطان والدور، واصلح الائمة وولاة الامور، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله حيث امركم الله بالصلاة والسلام عليه. واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.